يلا بينا بقى النهارده نعمل احلى واجمل بيتزا من غير تخمير. هتعجنيها على طول وهتحطيها في الفرن، مش هتحتاجي اي توقيت ولا اي حاجه. يلا بينا بقى دلوقتي نعملها وهوريكم وهي متقطعه شكلها عامل ازاي. هتعجبكم جدا جدا جدا، لازم تجربوها. يلا نبتدي ونصلي على سيدنا محمد. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله. النهارده الطريقه سهله جدا جدا وبسيطه، مش هتحتاجي اي وجع قلب بصراحه. معانا النهارده كوبايه ونص دقيق. طيب النهارده الخميره بتاعتنا احنا هنعمل بيتزا من غير خميره خالص، مش هنحط فيها خميره وسريعه. يا دوبك هتقلبي العجينه كده، تجيبيه تخلصيها وتاخديها على طول على الفرن. طيب هنحط فيها ايه؟ مش هنحط فيها ميه. دي الخميره بتاعتنا اللي هي الزبادي، وهي اللي تعجن لنا بيها برضو الزبادي. يعني اللي هيعجن النهارده البيتزا بتاعتنا الزبادي. هنحط فيها كوبايتين زبادي، ده يعادل كوبايه كبيره زبادي على كوبايه ونص دقيق كده. هحط فيها معلقه لبن بودر كبيره، معلقه هرميه كده. ليه اللبن؟ انا بحب احط لبن بودر ليه؟ لان بيخلي العجينه هشه وطريه. ممكن ناخد رشه بيكنج باودر، رشه كده يعني ما معناه يعادل معلقه صغيره بيكنج باودر وبس. رشه ملح. يلا بقى بينا نعجن العجينه بتاعتنا ونشوف هتطلع قوامها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت كلام؟ تعال يا عم، انت بتهزهلي. ايه ده؟ انا ينفع افتح المكنسه ثواني؟ شغلها يا عم ثواني. هحط فيها معلقه زيت كبيره، معلقه واحده بس. انا حطيت فيها معلش هي ما تصورتش، معلقه زيت كبيره اهي هنا. خلاص هرجع بقى اعجنها تاني اهو بالشكل ده. انا شايفاها هي عجينه مثاليه بصراحه. شايفين عامله ازاي اهي؟ ولا بقى تتعبي نفسك وهتقعدي لسه تخمري، لا، ولا تخمري ولا تتعبي نفسك وتقعدي تستنيها لسه هتخمر ساعه، لا، اهي هي كده ايه،
خلصت. هقعد بقى اعجنها حلو حلو وهرجع لكم. هتقولي لي في احلى من كده؟ هقول لكم لا. بصوا فظيعه، حلوه جدا جدا جدا. اهي دي العجينه بتاعتي. يلا بقى نجيب، احنا دلوقتي هنشتغل فيها على طول، مش هنركنها على طول، هنشتغل فيها. يلا بقى اجيب صينيتي ويلا نعملها مع بعض. الصينيه بتاعتي اديتها رشه زيت وهفردها كده. هوزع الزيت كله في ايه، في الصينيه زي ما انتم شايفين. ويلا بقى نجيب العجينه بتاعتي اللي انا ما سبتهاش حتى يعني ثواني. هي ايه، حطيتها على طول في الصينيه. كوبايه ونص دقيق يعمل لكم صينيه قد اللي انا بشتغل فيها دي، اللي هي مقاس 28. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بصوا بقى انا هعمل ايه دلوقتي. انا جبت سوسيس وقطعته رفيع كده عشان انا عايزه احشي الجوانب كلها كده اهو. وهقلب ايه الجانب اللي هو ايه، بدل ما بيبقى فاضي، لا انا هحشيه من السوسيس كده اهو. اهو هخلص بقى وانا ايه معاكم برضه. انا خلصت الحشوه بتاعت السوسيس ديت. هبتدي ايه افتح كده ايه العجينه وحاجات بسيطه يعني، اللي انا ايه بعمل فيها شكل بس كده. وبس كده هبتدي بقى ايه، يلا نكمل حشوتنا بقى. عندنا هنا بقى تعالوا نعمل الصلصه السريعه. معانا معلقتين صلصه كبار، هنحط عليهم كده بالظبط. هنحط معلقه سكر صغيره، وكمان معلقه ملح صغيره قوي كده،
وزعتر بقى. وكمان هنحط زعتر، الزعتر ده حسب الرغبة، يعني ده يعادل عندي، معلش عشان هو خلص، يعادل بالظبط معلقة صغيرة. فخلاص هدين بقى الوش. يلا بقى نحط على الوش بتاعنا. حبة موتزاريلا. انا الحشوه النهارده بتاعتي دي كانت بواقي التلاجة، عندي حاطه بلوبيف، حبه زيتون، وهجيب دلوقتي كمان ايه سوسيس، حطهم على بعض كده واحطهم ايه في الحشوه بتاعتي. احط بقى اوزع كده الحاجات ديت بانتظام. وهجيب السوسيس تاني اللي ايه الباقي اللي عندي. يلا هحط باقي سوسيس. دي بقى الحشوه بتحطي فيها اللي انتي حباه وعايزاه، ما فيش اي مشكله عندك، يعني الحشوه دي اختياريه. يلا بقى نحط ايه شويه موتزاريلا كمان على الوش. يلا بقى بعد ما احنا اهو عملنا كل حاجه بقى هتقول لنا للبيتزاية ان شاء الله دي ان شاء الله تطلع جميله. ونشوف العجينه السريعه خالص خالص اللي احنا عملناها مع بعض النهارده ان شاء الله هتعجبكم دلوقتي لما نطلعها من الفرن. يلا بينا بقى نحطها في الفرن. انا بس ايه قبل ما احطها اقربها كده واقول لكم ايه رايكم شكلها حلو ازاي. شايفين حلوه جدا جدا جدا. يلا بقى بينا على الفرن. هنحطها في الفرن قد ايه؟ هنحطها في الفرن بالظبط 12 دقيقه على فرن سخن. يلا بينا نقطعها مع بعض بعد ما طلعت من الفرن. شايفين شكلها حلو جدا ازاي؟ ايه رايكم؟ هي باين عليها. يلا بقى نقطعها مع بعض واحده واحده كده، ونطلع حته وندوقها مع بعضينا. يلا بقى بعد ما قطعناها اهي، شايفين حلوه جدا ازاي؟ شايفين العجينه؟ بصوا مطه الجبنه كمان، بصوا عامله ازاي؟ ايه رايكم؟ تحفه جدا جدا جدا. لازم يا جماعه تجربوها، لازم تجربوها. انا هدوق لكم العجينه دلوقتي. ما شاء الله خطيره، لازم تجربوها يا جماعه، تحفه جدا جدا جدا. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه اعملوا بقى لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مع مطبخ ست هانة. يلا بينا.